تخيل ان اخطر جاسوس لاسرائيل في مصر ما كانش ضابط كبير ولا راجل اعمال ولا حتى سياسي، كان مهندس ساكن في شقة عادية في فيصل. سنة 2007 خبط جامد على باب الشقة، مراته فتحت تلاقي قدامها المخابرات العامة، امن الدولة، النيابة وضباط شرطة. دخلوا الشقة فتشوا كل حاجة وطلعوا لابتوب من أوضة جوزها. الغريب محمد كان ساكت تماما، لا اعترض ولا سأل ولا قال كلمة، كأنه كان عارف ان اللحظة دي جاية. وبعد 60 يوم بس مصر كلها عرفت الحقيقة. الراجل ده جاسوس لإسرائيل واشتغل على أخطر ملف في البلد، الملف النووي المصري. القصة كلها بدأت سنة 2007. اشتد الخبط على باب بيت المهندس سيد صابر. فتحت مراته باب الشقة في منطقة فيصل عشان تلاقي قدامها رجال الأمن من المخابرات العامة ورئيس نيابة الأموال العامة وبوليس وأمن دولة، ومحمد جوزها واقف معاهم، بما يوحي ان الموضوع مش بس خطير لكن وراه كارثة. دخلوا فتشوا الشقة وسط ذهول زوجته السيدة منال عبد الغني، اللي لقيتهم بيطلعوا لابتوب من أوضة جوزها وبياخدوه. وأثناء التفتيش محمد كان ساكت، ما بينطقش بأي كلمة، ما اعترضش، ما قالش انتوا بتعملوا ايه ولا حتى حاول يفهم. كان ساكت تماما، كأنه كان عارف ان اليوم ده هيجي. حتى لما مراته سألته وهم بياخدوه معاهم قالت له في ايه يا محمد، انت عملت ايه؟ قال لها جملة واحدة بس، هتعرفي كل حاجة في الوقت المناسب. وخدوه رجال الأمن عشان بعد 60 يوم تعرف منال ويعرف معاها كل المصريين إن جوزها جاسوس لإسرائيل في قضية هتهز مصر كلها، وعشان تبدأ واحدة من أشهر قضايا التجسس في مصر في آخر 25 سنة. فمين هو محمد سيد صابر؟ نكمل في الجزء الثاني.